السلام عليكم ورحمة الله. أنا كنت في لايف من شوي طالع مع أبو جوليا وكان معتز العزايزة معانا. بدي أحاول أجيب الشباب بلايف يطلعوا من عندي. طبعا كلكو عارفين يعني بدون مقدمات احنا طالعين نحكي عن العدوان اللي بتعرض له شعبنا الفلسطيني في غزة. آلاف الشهداء أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ في ظل هذا العدوان والإبادة الجماعية اللي بتعرض لها شعبنا في فلسطين وبالتحديد في غزة، على مرأى ومسمع من هذا العالم الظالم الذي يكيل بمكيالين. بينه لهذا العالم اللي بنظر بعين وحدة المعاناة والحقيقة اللي بتحصل مع أهلنا وأحبتنا في غزة. طبعا أنا واحد من الناس يعني ومثل، أنا مثال بسيط من أبناء الشعب الفلسطيني ومن أبناء غزة، وأنا أهلي وعائلتي كلها موجودة هناك. طبعا أنا أهلي مش هم عائلة عساف كمحمد، عائلتي هم كل أهل غزة، كل أهل فلسطين. ما تستهينوا في أي شيء بتنشروه، والله يا جماعة ما تستهينوا في أي شيء بتنشروه. ما حد يقلل من قيمة أي عمل على السوشيال ميديا. الوضع كارثي في غزة، الوضع جدا كارثي، جدا 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 جدا. وأنا مش بحاجة إنه كمان بس أنا أحكي لكم، لأنه أنتوا بتشوفوا الشاشات والتلفزيونات وبتشوفوا هذا القتل اللي بالجملة للناس المدنيين، إذا بدنا نسميهم بالتسميات اللي بسموها. شهدائنا مش أرقام ومش أسماء، شهدائنا بنحطوا على الراس، أهلنا في غزة بنحطوا على العين وعلى الراس. هدول الشعب العظيم اللي صامد من 75 سنة، مش من اليوم، له 17 سنة موجود تحت حصار ظالم. واليوم هذا العدوان اللي له أكثر من 16 يوم تعرضوا له أهلنا هناك. صار لي عدة أيام يا جماعة الخير يعني لا عارف أفكر ولا عارف، في حالة صعبة يا جماعة. فقدنا أعزاء، أصدقاء وأهل. ركزوا يا جماعة، ما حد يستهين في أي إشي بننشره. انشروا وروا العالم جرائم هذا الاحتلال، وخلينا كلنا نتذكر إنه فلسطين ليست ترند، فلسطين قضية يا جماعة الخير. أتمنى يعني أي حدا يستطيع إنه يساعدنا في أي شيء إحنا ننشره، أي شيء إحنا نعمله. طبعا يا جماعة الخير غزة إلها أكثر من 16 يوم تحت العدوان، لا كهرباء لا مية. كهرباء ومي ما فيش، إيش في؟ ما في ولا شيء. إحنا 24 ساعة على التلفزيونات، لا عارفين ننام ولا عارفين نعمل أي إشي. وكيف أساسا بده يجي لنا بال لأي واحد فينا، كيف بده يجي لنا بال إنه إحنا نعيش حياتنا طبيعي وأهلنا تحت القصف؟ كان الله في عونكم يا أهلنا ويا شعبنا في غزة، في ظل هذا الصمت المريب اللي إحنا بنشوفه. كثير ناس بيسألوني عن أهلي. أهلي الحمد لله، واللي بصير على الناس بصير عليهم، اللي بصير على أهلنا في غزة بصير عليهم. الله يفرجها عليهم يا رب. الله يعينهم ويسترها معاهم يا رب. نعم أنا أهلي بغزة، وأنا أهلي مش بس عيلتي، أهلي بغزة هم 2,200,000 بني آدم. رغم كل ذلك ورغم كل هذا العدوان شعبنا صابر وصامد، لأنه صاحب الحق، صاحب الحق ربنا معه.